السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين ديال كتابي في دقيقة. اليوم غادي ندوي على واحد اليوتيوبر اللي هو مشهور بزاف مغربيا، اللي مشهور بالاثارة والمغامرات، اللي هو بنسنس هو واحد اليوتيوبر مغربي اللي خرج مؤخرا بواحد الفيديو مثير كيبان فيه انه غادي لواحد البلاصة في نواحي بني ملال، وفجأة كيقول انه لقى واحد الصندوق تراب فيه الذهب، فيه الأقنعة بحال ديال الفراعنة، وفيه مجوهرات، وكيقول على أنها قديمة. الفيديو كان مصور بواحد الطريقة درامية بزاف، فيها موسيقى مشوقة، تصوير اللي هو مضبوط، وحركات مقصودة باش تعيش مع لحظة الاكتشاف. ولكن من بعد ما عطاش لا دليل أثري لا خبير لا جهة موثوقة كتأكد على أنه هاد الشي هذا راه فعلا بصح، بالعكس غير تصوير ومشاهد مصدومة صافي. دابا غنجيو للسؤال الأساسي: واش بصح بالنسبة لقى ذهب فرعوني في بني ملال؟ الجواب اللي نقدر نقوله اللي هو واقعي، اللي هو انه مستحيل علميا وتاريخيا. غتقول لي علاش؟ اول حاجه، ما كاين حتى دليل اثري على تواجد ديال الحضاره فرعونيه او اي اثار مصريه قديمه في المغرب، واخا المغرب فعلا معروف بواحد الاثار اللي هي رومانيه وامازيغيه واسلاميه. ثاني حاجه هو انه الكنوز الفرعونيه تركزت اكثر هي في مصر وفي السودان، يعني ما عمرها تهربات من هاد الدولتين بجوج، عمرها ما وصلت للمغرب بلا ما تكون كاينه شي قصه تاريخيه موثقه. يعني كون كانت وصلت تكون شي قصه تاريخيه موثقه. ثالث حاجه هي انه المشاهد اللي كاينه في الفيديو فيها بزاف ديال الدراما المصطنعه، بحال لقطه فاش لقى الصندوق وكيطلعوا فيه كنوز منظمه ومتلألئه بحال شي مسرحيه. رابع حاجه، بزاف ديال المعلقين قالوا في لي كومنتير انه هادشي هذا مجرد تمثيل باش انه يجيب لايكات وان الناس تشارك الفيديو. بالنسبه ديما معروف انه كيجيب الاثاره. السؤال اللي خاصنا نطرحو هو: واش بصح دار هذا الفيديو يعني باش ينصب على الناس ولا شنو المبتغى ديالو؟ هادشي حقيقة راه ماشي نصب، ولكن دار واحد المحتوى اللي هو تمثيلي باش انه يجيب واحد المشاهدات اللي كثيرة، وانت اللي كتفرج دابا غتكون شايف انه تزاد المشتركين ديالو مورا هذا الفيديو هذا. ثاني حاجة، باش انه يخلي الناس تهضر عليه وتدوي عليه في السوشيال ميديا، وحنا براسنا تندوي عليه دابا. ثالث حاجة أنه يركب على الترند ديال صدمات اكتشافات وداكشي ديال الكنوز والبحث اللي ولا كيتباع مزيان في يوتيوب حاليا، ولاو الناس كيتفرجوا فيه بزاف. يعني بالنسبة راه ماشي كذب باش يسرق ولا شي حاجة، ولكن لعب على الوهم، لعب على داكشي اللي الإنسان كيبغي يشوفو، كيبغي يتفاعل معاه. اللي خاص الجمهور يفهم هاد الشي هذا هو أنه الإنسان خاص يعيق شوية ويفرق ما بين واحد المحتوى اللي حقيقي اللي فيه معلومات قيمة اللي الإنسان غيستافد منها، وواحد المحتوى ترفيهي اللي كيبغي يدير على البث والإثارة. لأن الخطر هو أنك تصدق وتبني أفكارك على شي حاجة اللي هي غير حقيقية ووهمية، وتولي تعيش في العالم ديال اليوتيوب بحال شي حاجة اللي هي خيال، ولا يجي واحد يدير فيديو يقول لك لقيت ضعف آسفي ولا في بني ملال ولا في شي حاجة. ولكن ما نكروش أنه هذا الفيديو واخا هكاك فيه واحد الفائدة اللي خلات الناس أنهم يطرحوا أسئلة: شكون تيقوا فيه في هذا المحتوى في اليوتيوب؟ كيفاش تفرقوا ما بين واحد تيكذب وما بين واحد كيصور داكشي اللي حقيقي؟ واش فعلا الذهب الحقيقي هو اللي كيتبان ولا المعنى أعمق بزاف؟ بالنسبة للناس خلى الجمهور يتحرك يتفاعل ويتعلم بطريقة غير مباشرة. هذه هي قوة السر ولو كان تمثيلي. اللي نبغي نقول في الأخير هو أنه الفيديو راه ماشي حقيقي بنسبة كبيرة، ومجرد سيناريو درامي باش أنه يخلق واحد الجدل وواحد مشاهدات كبيرة. ما كاين حتى كنز مصري في المغرب أو في منطقة بني ملال بصفة خاصة، وهذا الشيء معروف تاريخيا. خصنا منصدقوش كلشي كيبان في السوشيال ميديا، إذا أكثر ديال المحتوى ولا يكذب ويطلعوا على الجمهور. ولكن رغم كل شيء بالناس نعرف كيفاش انه يلعبها اعلاميا، وحتى الجمهور خاصو يرد البال ويطور الوعي ديالو شويه وما يبقاش يثق في اي حاجه.